هيا امشي امشي، هيا امشي امشي ايها القرد البني الصغير، امشي هيا هيا. عدوهم هنا. سيدي، راس جدول مفقود. أين هو؟ هو هون معي. أنا هون يا ابني، لا تخاف أبدا. المجد لله. ماما بترجاك انقذيني ماما. انقذيني ماما، انقذيني. ماما انقذيني ماما. هاملتون أنا عم حذرك، اترك ابني. تريدينه إذا؟ تعالي إلي. ماما انقذيني ماما، انقذيني ماما. هاملتون. ماما بترجاكي. ساعديني. تريدين ابنك؟ تعالي خذيه. لا تخليهم هن يقتلوا دامودار. هيا. توقفي، إياك أن تقتربي. أنا لن أتردد أبدا أن أطلق النار على الأمير إن خطوت خطوة واحدة. ماما لا تتركي دامودر هون. عم استناكي لتاخديني معك.
أيتها الملكة، بالإضافة للأمير الصغير، يبدو أنك ستموتين برصاصتي. أنا طول ما الله موجود معي وحاميني ما حدا رح يقدر يلمسني أو يحاول يقتلني يا إنجليزي، عم تفهم؟ ماما! دامودر! أنا خزيني ماما، بترجاكي. ماما. أنا هون يا ابني، لا تخاف أبدا. الإنجليز الأندال يلي حاولوا يحرموني منك صار لازم يموتوا اليوم، أنا بوعدك. المجد لله. بكفي يا ابني، لا تبكي. الإنجليز الأندال هنن اللي لازم يبكوا. من اليوم أمك بتوعدك إنها ما رح تتركها. ماما. لقد أخبرتك، لا يمكنك فعل شيء. هاملتون!
يلا تيلي جلالة الملكة، خلصينا من الخاين. يا إنجليزي، أنت اليوم تجاوزت كل الحدود. فهمني أنت كيف بتتجرأ وبتخطف دامودر؟ اليوم أجبرت الحكيم يرفع سلاحه لحتى يقتلك ويعاقبك على أعمالك الشريرة. تذكر الله مرة واحدة وشوف كيف بينصر المظلوم. يا راجدول، هل أنت أيضا ستقتلني؟ أنت إنجليزي دجال. الملكة كانت على حق. أنتوا الإنجليز الأندال قلبكن قاسي كتير، وما لازم نوثق فيكن. هلا فهمت وتفتحت عيوني وعرفت قديش كنتوا عم تخدعوني لحتى تاخذوا قطنا. من هي اللحظة أنا عدوك. أيها الخاين! طلع يا ابني، هذا عقاب يلي حاول وتجرأ يقتلك اليوم. المجد لله. قلت لك هي نهايتك اليوم. أنا ما عاد فيني اسكت على ظلمكن. أنا أقسمت إني حرر الهند وطالع كل الإنجليز اللي سلبونا أرضنا، لأنه هي الأرض بيملكها شعبها بس. المجد لله! 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 نمر! سيدي، أتساءل ما هي المعجزة التي أعطاها الرب للملكة؟ كل الخطط التي استخدمناها انقلبت علينا وفشلنا. سيدي، إنها في كل مرة تواجهنا ببسالة. أعتقد أنه علينا أن نغير الخطة، وإلا علينا أن نقبل أنه لا يمكن أن نهزم هذه المرأة. هذا أمر مستحيل سيدي. نحن علينا أن نقبل بقوة ملكة جانسي، لأنها شجاعة ولا تخاف من أحد أبدا سيدي.
نحن لسنا بحاجة إلى أناس يمدحون أعداءنا. كيف تجرؤ؟ لقد استخففت كثيرا بالقوة الإنجليزية وأنت تقارنها بسيدة هندية. إنك تستحق الموت. بعض آرائه كان صائبا. علينا أن نغير استراتيجيتنا، لأن كل جهودنا لقتلها أو تشتيتها اليوم فشلت. تعيش الملكة لكشمي باي! تعيش! 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 إن الجميع هنا يحبونها ويحترمونها. هي دائما مستعدة لحل مشاكلهم. يمكننا أن نضعف قوتها بإثارة الكره في قلب رعيتها، لأنهم يمنحونها شجاعة. سوف أضع خطة محكمة لأجعل الناس يكرهونها. يجب أن أذل تلك المغرورة. سأدمرها أمام الجميع. هذا وعد مني. دامودر، بدي توعدني إنك تصير محارب قوي وما تخاف. لازم تنتصر على أعدائك وتنهي حياتهم. أنت لازم تكون قوي وتلهم أجيال المستقبل ما يخافوا من عدوهم مهما كانت قوته. وعدني بهالشي دامودر. دامودر، 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 رد علي. شو صار لك؟ دامودر، دامودر، عم تسمعني؟ رد علي. دامودر! دامودر! بترجاك افتح عيونك. ابني، شوف امك متخبية. يلا دامودر، دور علي، رح اموت. افتح عيونك ابني. يلا حاكيني شو صار لك؟ دامودر، بكفي لا تخوف امك عليك. افتح عيونك دامودر. منو، اعملي معروف يا بنتي، ابوكي قلقان عليكي كثير. انت تعبتي وما فيكي تتحملي كل هالاحزان هي. اعطيني شوية احزان من حياتك. شوف ابني بابا، دامودر ما عم يفتح عيونه ابدا وما عم يحكي معي. اصبري يا بنتي، الله رحيم والامور رح تكون بخير. لا تخافي يا بنتي. شو المنيح المتوقعه بابا؟ انا هلأ ما ضل عندي شيء ابدا، راحت مني كل سعادتي. اول شيء اخذوا مني ابني، وبعدين زوجي، وهلأ صار بدهم ياخذوا دامودر كمان. كل هالقد انا منحوسه بابا. انا ما كان لازم اتبناه من امه ابدا. لو ما كنت تبنيته ما كان واجه هالورطه ابدا بابا. هو مو ذنبه يكون ابني. انا ارتكبت جريمه كبيره بابا. لا يا بنتي، لا تقولي هيك. ودائما ربنا بيختبر انصاره يلي بحبوه. ربنا ابتلى نبيه ايوب بالمرض 18 سنه، ورغم هيك ضل صابر وراضي. الناس الشجعان هن يلي بيصبروا على المحن. انا تعبت كتير وما عاد فيني اصبر ابدا. انا محطمه، حتى مستقبلي
مظلم لما صار جزء من حياتي. بتمنى لو ما كان جزء من حياتي. جريمة كبيرة يكون ابن لكشمي باي بابا. شو ذنب هالطفل يصير له كل هالشي بسببي أنا؟ يا رب ساعد ابني واحميه. بابا، دامودر، شوف دامودر استعاد وعيه بابا. دامودر، دامودر انت منيح يا ابني؟ شكرا لك يا ربي، استجبت دعواتنا. انتوا شو عم تستنوا؟ روحوا وزعوا حلو على الرعية، يلا احتفلوا بسرعة، لأنه ابني الغالي فاق. دامودر، دامودر، انت بدك تقول شي لأمك؟ سامعتك، يلا قول لأمك شو في. يا ربي شو في؟ ايه هلا رح يحكي، هو بده يحكي مع جده. شو بدك تقول يا ابني؟ يلا احكي، دامودر هذا جدك. بدك تسمع قصة؟ أي قصة حابب تسمع؟ قل لي أي قصة؟ انت أي قصة حابب تسمع؟ يلا قول لجدك. يا ربي، هو ما عم يقول ولا كلمة، وهو ما عم يبتسم. طلع فيني يا أمير، يلا قول شي لكاشي. أمي شوفي صار فيني قلد الفيل. دامودر، تتذكر وقت جيت وكنت فرحان لأنك تعلمت كيف تقلد الفيل؟ يلا بترجاك ورجيهم كيف بتقلده. يلا ورجي جدك كيف بتقلد الفيل، يلا ورجيه. بابا شو صار لابني؟ شوفي قول شي يا ابني، شو صار لك؟ طمني. اسمعوني كلياتكم، ترجاكم اسمعوا شو صار. عم يقولوا اميرنا فقد صوته، هو هلا ما عم يضحك ولا عم يبكي. الانجليز المجرمين مسؤولين عن هالشي، نحن لازم نعاقبهم كوز خان. ليش عم تخبروا؟ طفح الكيل، هلا ما رح نوفر الانجليز، خلينا نهاجمهم. يلا الحقوني، يلا يا شباب وقفوا، شو عم تسووا انتوا؟ وقفوا يلا يا شباب، عملتوا وقفوا. يلا امشوا، يلا يا شباب، يلا لازم نقتلهم. وقفوا، بكفي. الملكة هلا عم تمر بوقت صعب وبحاجة لصبركم هلا. انتوا ما عم تفهموا انه هي عم تقاتل كل المواقف العسيرة لحالها. بترجاكم لا تعملوا شيء ممكن يدمر أكثر، حافظوا على النظام العام واستنوا قرارها. انتوا بتعرفوا انه الملكة ما بتتخذ قرار ظالم بحق حدا ابدا. انتوا رعية جانسي المهذبين، ولازم تعرفوا شيء مهم عن صحة اميرنا الصغير. هو تأثر كثير بالشيء اللي صار معه اليوم، مشان هيك فقد صوته. بتمنى انكم تصلوا لحتى يتعافى، وبطلب منكم توصلوا هي الرسالة لكل الممالك. اي حدا بيقدر اليوم يرجع صوت الامير لطبيعته، جلالة الملكة بتوعده انه تعطيه 1000 ذهبة مكافأة.
بترجاكن ساندوا الملكة بهالظروف الصعبة يلي عم تمر فيها. أكيد سيد موربان، نعتذر، نحن كنا مع الملكة. نحن رح نساند الملكة. رسالة الملكة رح توصل لكل مكان، رح نحاول جهدنا ليرجع صوت الأمير مثل ما كان. انت انقذتنا يا سيد موربانت، لو ما اجيت وتوليت الموضوع بهالوقت كان صار شي مو منيح. هلأ مو وقت المدح يا سيد راغوناث، الحقيقة الملكة والأمير بحاجة إلنا لحتى نهتم فيهم. بفهم من كلامك انه لهلا انت ما قدرت تحكي مع جلالة الملكة بخصوص المفوضية؟ شو مشان سلامة الناس الموجودين بالمفوضية؟ نحن إذا تركناهم لحالهم أكيد هن بدهم يرجعوا يقتلوهم. شكك مزبوط كوسخان، نحن لازم ننقلهم لغير مكان تحت حماية كاملة. لازم تنبههم منيح ما يخترقوا الحراسة، وبعد ما نأمن عليهم بعدين أنا رح ناقش الموضوع مع الملكة ونقرر مستقبلهم. لا تخافوا، يلا افتحوا الباب، ما في خطر برا، كلهم راحوا. إله واحد آمين. بترجاكم لا تخافوا، نحن حلينا الموضوع، نحن اجينا لحتى ناخذكم لمكان آمن، انتوا لا تخافوا أبدا، وبوعدكم انه تكونوا بأمان هنيك. كيف ستأخذنا إلى هناك وأنت واثق جدا بأننا سنحظى بحماية؟ لأنه نحن راح نضحي بحياتنا ونضل معكم لحمايتكم، لأنه جنود الملكة لاكشمي باي معكم. يلا تعالوا بسرعة، يلا. اسمعوا كلكم، اسمعوا يا سكان جانسي، اسمعوا اعلان جلالة الملكة، اسمعوا. اي حدا بيقدر يرجع صوت اميرنا الصغير دامودر جنجد هراو ويخليه يرجع يضحك إله مكافأة كبيرة. الملكة امرت تعطي 1000 ذهبة للي راح يخلي الامير يضحك مثل الاول. اسمعوا كلكم، اسمعوا. 1000 ذهبة مبلغ كتير كبير وبيغير لي حياتي، انا بتمنى هالمبلغ يكون من نصيبي. بس كيف هالشي؟ اميرنا اليوم خسر صوته من الصدمة يلي تعرض لها. هنن عم بيقولوا انه هو ما عم يحكي مع حدا ولا عم يتجاوب معهم. هي مهمة صعبة كتير يا معلم. بعتقد في شخص واحد بيقدر يضحك الأمير ويخليه يحكي كمان. مين هو أخي؟ لادي. لادي؟ ومين هي كمان؟ في وحدة عبقرية أخي، تمثيلها حلو كتير وبيضحك، ويمكن أول ما يشوفها الأمير الصغير أكيد هو رح يضحك ويرجع يحكي مثل ما كان كمان. تعرف وين لادي؟ ما بعرف. أخي شفت لادي؟ لا أخي. تعرف وين بلاقي لادي؟ لا ما بعرف. وين بلاقي لادي؟ هونيك. انتي الممثلة لادي؟ لا. تعرف وين لادي؟ لا. أخي هون لادي؟ لا. شوفي أخي. لادي؟ انت اجتك دعوة من قصر جانسي اليوم؟ مهمتك تخلي امير جانسي يضحك ويحكي مثل العادة. يلا استعدي بسرعة لتروحي معي على القصر. القصر؟ أنا روح على القصر؟ بدي روح على القصر؟ مشان شو؟ أنا لازم روح؟ طالبيني بالقصر؟ مشان شو؟ اسمعوا كلكم، اسمعوا يا سكان جانسي، اسمعوا. اي حدا بيقدر يرجع صوت اميرنا دامودر جنجد هراو ويخليه يرجع يضحك مثل الاول إله مكافأة كبيرة. الملكة امرت تعطي 1000 ذهبة لإله. اسمعوا يا سكان جانسي، اسمعوا.
لقد حانت النهاية أيتها الملكة. أنا الآن أخطط لكي أحاصرك وأقتلك. من المستحيل أن تنجي من الموت. هذه المرة سوف تنتهين أنت ورعيتك. الناس يحترمونك كثيرا. أنا اليوم سألعب معك لعبة دنيئة جدا، لأنني سأجعل فيها كل رعيتك تكرهك. سيدي، المعلومات التي وصلت أنه تم نقل جميع الدعاة لكي ينقذونهم من رعايا جانسي حتى لا يؤذونهم. إنهم في النهاية إنجليز ويجب علينا أن نساعدهم. ما هو المطلوب سيدي؟ هلا فهمت ليش حولتوا تفكيرنا لأمير جانسي، لحتى تنقلوا الأعداء المجرمين من هون. ما بصير نترك هدول الانجليز المخادعين ينفذوا من العقاب، نحن لازم نقتلهم بسرعة. يا إلهي انقذنا. يلا قتلوهم. ما حدا رح يتقدم منكم، لأنه انتباه ملكتنا هلا مركز على صحة سمو الأمير. هي أمرتنا ننقل هالأشخاص لمكان تاني، لأنه بالها مشغول على الأمير وما فيها تحاكمهم بهالوقت. وجلالة الملكة عم تنتصر لحتى تتحسن صحة الأمير، وقتها بتكون قدرت تتحاكمهم وتقرر إذا بيضلوا موجودين. هدول الإنجليز الأندال هن المسؤولين عن وضع أميرنا، نحن لازم نقتلهم. لازم يكفي. لازم تتذكروا انه عقوبة عصيان الملكة هو الموت، لهيك من الافضل تلتزموا بهالاوامر. الملكة ما عطت هيك اوامر لحتى نلتزم فيها، لانه الانجليز عدوها الاكبر يلي بدها تطالعه من ارضنا. انت هلا عم تحاول تلهينا لحتى تساعد هالانجليز وما تخلي حدا يأذيهم. مين هالشخص اللي عم يحكي؟ يلا تعال لهون وحاكيني. بكشيش علي. كوس خان، انت بتعرفه شي؟ ايه سيد راكوناث، انا بعرفه. كان يشتغل بسجن الانجليز، بعدين هن حبوا يرفعوه وعملوه السجان، بس بيوم من الايام الانجليز المخادعين قتلوا كل عيلته، ومن وقتها صار عدو الانجليز. بعدين تركن واجا لعنا وصار يعلمنا نصنع قذائف المدفع، وبسبب عدائه الكبير للانجليز طردته لحتى حافظ على جيشنا من اي مؤامرات، لانه كان قبلان يخدم الانجليز وفجأة تغير وصار ضدهم. انت هلا عم تغلط كتير كوس خان. انا ما عملت مثلك وقبلت اني اخدم الخاينين، عم تفهم؟ خاين؟ انت مين قصدك؟ هاي ملكتك، وانت كمان. انت عم تساعد مجرمين بأمر من خاينة، واللي بيشتغل مع الخونة بيسموه خاين. اللي هلا فهمت قصدي ولا حابب فهمك اكتر؟ بقطع لك راسك اذا حكيت كلمة ضدها. راقب حكيك، عم تفهم؟ جلالة الملكة أشرف منك أنت واللي عم تشتغل عندهم، وأنا بحذرك لآخر مرة. أنت شو مفكر حالك؟ كوس خان؟ مبسوط لأنك عم تستخدم سيفك ضد ناسك بدل الإنجليز؟ اليوم أمير جانسي ما عم يقدر يحكي، لأنه هدول الناس عم يشتغلوا هن والإنجليز سوا. لا تخافوا منهم أبدا، هن ما بيقدروا يعملوا لنا شيء أبدا. يلا تقدموا نحوهم، لازم نقتلهم بسرعة. وقفوا! إذا كنتوا بتحبوا ملكتكم تستنوا قرارها، وإذا ما قدرت تعطي قرارها وقتها فيكم تعملوا فيهم اللي بدكم إياه. اسمعوا، هذا أمر من راغوناث سين قائد جانسي. أنتم ما رح تواجهوا الظلم أبدا، بس الملكة بمحنة ونحن لازم نوقف معها.
فيك تشوف بكشيش علي، طلع كيف كلهم حنوا راسهم باحترام لما سمعوا اسم الملكة. كلهم حسوا بغلطهم. إذا لسه بدك تعارضها لازم قبل هالشي تتذكر منيح إني واقف قدامك، وإنه سيفي جاهز ليقتل الخونة اللي مثلك. لا تتجرأ مرة تانية وتقول هيك كلام عن الملكة. انتوا هلأ لازم تستنوا قرار الملكة بخصوص هذا الموضوع، ومن هون لوقتها مطلوب منكم تلتزموا بأوامر الملكة، وما حدا منكم يلمسهم لحتى يصدر حكمها. خلينا نروح. بكفي، خلصنا. روحوا ارتاحوا ببيوتكم لأنكم تعبتوا. قدركم تعيشوا حياة ذليلة وتتحملوا فظائع الإنجليز. بتقدروا تقولوا لي انتوا لأمتى رح تضلوا مخدوعين؟ القرارات اللي اتخذتها الملكة نهائية، لهيك اقسمتوا تموتوا من شان الأرض لحتى تشوفوا نهايتكم على ايدين الإنجليز. اليوم ملكتكم حزنانة كتير على مصيبة ابنها بسبب هدول المجرمين، وانتوا هلأ واقفين عم تتفرجوا على المهزلة. ما بدنا ننتظر أوامرها، نحن لازم نتصرف لحالنا ونقتل الإنجليز. اليوم قدام عيوننا الخاين كوسخان نقل الإنجليز لمكان آمن حتى ما نقتلهم، وانتوا يا جبنة خفتوا منهم ضليتوا ساكتين. خبروني مين المسؤول الأول عن وضع أميرنا اليوم؟ الملكة ما بدها تقتلهم، وانتوا عم تساندوها بهالغلط الكبير. وبعدين رح يجي اليوم وتندموا على كل لحظة مضت بدون ما تطالعوا الإنجليز من أرضنا هي. تذكروا شو عملتوا لراد جدول وقت حاول ينضم للإنجليز وينقل أخبارنا لهن. نحن ما لازم نسكت على هذا الوضع أبدا. بدنا نخليهم يعرفوا منيح إنه نحن ما لنا خايفين منهن، ونحن من اليوم لازم نقرر مصيرنا. هو معه حق، نحن لازم نقرر هون وهلا. الحقيقة نحن قررنا انه ننضم إلك، لانه تحرير جانسي بيعتمد على قتل الانجليز. ملكتنا زعلانة على ابنها وهي ما لها حاسة باللي عم يصير، لهيك لازم نقتل الانجليز قبل ما يوصلوا. ما بدنا الاندال يضلوا هون، نحن لازم نقتلهم. بس نحن بنحب الملكة وما فينا نعصي اوامرها. تعالوا خلينا نروح كلياتنا ونعلن لسمو الملكة انه بدنا يموتوا الانجليز ويطلعوا من ارضنا. منيح، خلينا نروح على القصر. يلا تعالوا. يلا خلينا نروح. ابني قل لي شو بدك، يلا شو بدك؟ قل لي شو اعمل لك لحتى خلي دامودر يضحك ويحكي. يلا قل لي ابني لشوف. يلا ليش ما عم تحكي؟ ابني شو فيني اعمل لك؟ لازم ترد علي. دامودر حكيني ليك جدك بحبك وامك كمان وراد جدول وكل رعيتك قلقانين عم ينتظروك لحتى تحكيهم. يا ابني قل لي، يا ابني قل لي مشان الله، حاكيني. قول شي لجدك اللي بحبك، بترجاك. نحن ما فينا نشوفك هيك. اصبر شوي بابا، لازم تصبر. شو رح يصير لي إذا أنت فقدت شجاعتك اليوم؟ أنت كنت تقول دامودر رح يكون منيح. هو رح يكون منيح بابا. أنا متأكدة إنه في حدا رح يخليه يرجع يحكي ويضحك مثل الأول. أكيد الحكيم رح يعالجه ويعطيه دواء منيح. بالطبع جلالة الملكة. أستطيع أن أعالجه بفضل أدويتي الحديثة. أشخاص مهمين كتير انتهت حياتهم بسلالتنا الملكية بس ما استخدموا الأدوية الحديثة. حتى دامودر كان رح ينجو بالدواء الحديث. ما بدي الدواء.